طويله لعبه الحضر. الثواني الاخيره فلافيو قبل يونس، عبد الحميد حسن خطره، متعب، هوبا جوه الجون. عماد متعب انتظر طويلا كي يلقي باول اهداف المباراه في هذا اللقاء. فرحه كبيره لجماهير النادي الاهلي، هدف قاتل في الوقت البدل الضايع عماد متعب. ولكن مقاتل ستيف، رجال ستيف، لاعب ستيف، اصرار ستيف، العالية ستيف يقاتلون على كرة، اخر كرة وصعبة جدا، توزيعة وصلت، كرة مشات، كرة جات، والحارس والتعادل، عودوها، مش ممكن قتلونا، مش ممكن. الله الله يا الاهلي، الله مش معقولين بالمرة. عماد متعب عودها في الدقيقة 94 ضد الصفاقسي، ضد سيوي سبورت، ضد وفاق ستيف. مش ممكن، ما فماش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجهة كوس مثل النادي الاهلي. مش ممكن. الشياطين الحمر يتشيطنوا في استاد شاكر ويخطفون التعادل. ونذكركم بهدف ايضا ضد فريق اكادير في كاس الكاف اللي ترشح لها الاهلي بهدف دقيقة 94. مش معقولين، مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. لا يستسلمون، يلعبون لاخر اللحظات. ربك يحبهم والكرة تحبهم وهم يحبوا انفسهم، ولذلك دائما يفوزون. مش ممكن. 10 ثواني ما زالت. المتعب العمدة بشارة القائد يقود الاهلي لاغلى اهدافه في السوبر. اي هدف هو الاغلى، اي هدف هو الاشرس على الخصوم، اي هدف هو يتصف بانه قاتل. اظبط بقى. والهدف يا عماد يا متعب، والهدف. الله اكبر. والعرضية والهدف. الله يا عماد يا متعب، يا اسد، يا عماد يا ابن المتعب. حلوة. هذا الشوط من وقت البدل الضايع 4 دقائق تماما، مرت وتبقى دقيقة ونصف. الكرة خطيرة، يمر أحمد عيد، يرفع الكرة عرضية، يا على هذه الكرة خطرة، وتلعب مرة ثانية، والجول. الله عليك يا ام الدنيا، الله عليك يا ام الدنيا. القدر حقيقة. اهلا بك يا مصر، جنوب افريقيا تناديكي، ولكن يبدو عن طريق الخرطوم، عن طريق بوابة الخرطوم ستكون هناك مباراة فاصلة. مصر تناديك، وبالطبع ها هو كأس العالم يحدثني، وكأني به يقول أريد كأس العالم، أريد مصر في كأس العالم. لم يكن هناك عربي فتكون مصر أم الدنيا. يا سلام يا متعب. شوف أحمد عيد ولعبة الكورة، يا الله يا سيد، يا سيدي يا سيد. يا متعب اتعبني، يا عيني عليك.